السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة سلام لكل حد بيسمعني، سواء كنت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. رسالة سلام لكل عمار الكون، من أصغر ذرة لأكبر مجرة. رسالة سلام لكل حي عارف إنه حي، ولكل حي لسه ما اكتشفش إنه جواه حياة. أهلا بيكم. النهاردة احنا جايين نتكلم في موضوع بيلمس قلبي أوي. بالمعنى الأصح احنا جايين نتكلم في الخلاصة بتاعت الليلة دي كلها. ليه بقدم اللي أنا بقدمه، وليه بعمل اللي أنا بعمله، والأساس اللي ربط كل شيء ووضح كل معنى. احنا النهاردة جايين نتكلم عن العشق الإلهي. العشق الإلهي معنى بالمعنى الأصح من أصعب المعاني اللي ممكن تتوصف، لأن هي حاجة ما تنفعش تتوصف بالكلام. هي حاجة إذا أنت ما دقتهاش مش هتعرفها، وإذا ما لمستش يا دوبك أنورها كده قلبك من بعيد، انت في الغالب هتبقى منكرها، وفي الغالب يعني هتبقى كافر بيها. أنا كشخص كنت كافر بيها تماما قبل كده، لحد ما ربنا ما شاء وفتح قلبي للحب ده. جلال الدين الرومي بيقولك ايه؟ بيقولك العشق دوت بالمعنى الأصح، بيقولك العشق ده مش حاجة انت بتتعلمها، العشق بيجيلك كهبة فعليا. محدش فينا بيختار ان هو يمشي في طريق العشق الالهي، بل بالعكس، اللي بيحصل ان طريق العشق الالهي هو اللي بيختارك. انت ما بتختارش تمشي الرحلة دي، الرحلة هي اللي بتختارك. وقت ما بتختارك هتلاقي نفسك بتتصدم. ليه هتتصدم؟ لانك كنت هتبقى متخيل وفاهم انك انت علشان تبدأ تمشي رحلة زي كده وتحس باللي انت حاسه ده، لازم كنت تبقى انسان ملاك، ما بتغلطش، ما بتذنبش، ما بتسقش، ما عندكش ضحايا من البشر، ما عندكش ضحايا من اي حاجة تانية. انت شايف نفسك انسان عادي جدا، عندك الحلو وعندك الوحش، وممكن الوحش انت شايفه كتير جدا. لكن ربنا لما بيختار عبد من عباده هو بيختاره نتيجة حاجة هو شايفها جوه قلبه، مش حاجة هو بيعملها في أفعاله أو في أقواله أو في دراساته أو في كلامه. الموضوع دايما يا جماعة في حتة العشق بالذات هي حاجة لمسة القلوب، وعلشان هي لمسة القلوب فمطلع على القلوب هو مين؟ هو الله. يقول لك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ربنا هو المطلع على قلبك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انت ما تملكش قلبك، هو اللي بيملكه. وقت ما يبدأ يظهر فيه النور بتاع العشق، مش انت اللي بتختار، هو اللي بيختارك. ووقت ما يختارك يا هناك يا سعدك. بالمعنى الأصح يا جماعة، الحياة ما بتبدأش إلا مع الله. ومع الله مش إنك تصلي وتصوم وتعمل الفرائض، طبعا ده صح وده المفروض إن كلنا نعمله، بس مش هي دي الحياة. الحياة الحقيقية هتبدأ لما الصلاة والصوم والفرائض والكلام ده كله تعمل حاجة في قلبك، فلما تعمل الحاجة دي في قلبك تبدأ تشوف نور ربنا، فتبدأ تعشق ربنا. وقت ما يبدأ العشق يدخل قلبك انت هتبدأ تكتشف ان مفيش حاجز ما بينك، ما بين العالم المرئي وما بين العالم اللامرئي. وقت ما يدخل العشق في قلبك انت مش هتلاقي في حاجز ما بينك وما بين اي انسان وما بين اي كائن تاني. انت هتشوف الحياة في الحيوانات، وهتشوف الحياة في الجمادات، هتشوف الحياة في اللا حياة، في اللا شيء، في الهوا ده. انت هتشوف ان كل شيء حي حواليك، كل شيء انت لمسه، سمع نبضه، سمع غناه، ضايق حلاوته، ضايق جماله. ساعتها انت هتحس ان الدنيا بقت مختلفة. الدنيا ليها طعم مختلف، الأكل ليه طعم مختلف، الأصوات بقت مختلفة، الألوان بقت مختلفة. انت بتشوف الحياة بمنظور مختلف تماما، كأنك لسه بيبي بيتولد من أول
وجديد. قبل ما امشي الرحلة دي انا طول حياتي كنت عمال ادور. كنت متخيل ان انا بسبب ان اهلي كانوا فقراء، كانوا اغنياء بعد كده بقوا فقراء، ان انا طول حياتي انا ببحث عن الغنى. انا عايز ابقى غني، انا عايز ابقى ناجح. وانا في سر سعي للجري للنجاح والكلام ده كله، دايما طول الوقت انا حاسس ان انا مش لاقي قيمتي. حاسس ان الموضوع في حاجة اكبر بكتير قوي من الفلوس. حاسس ان روحي بتجري وبتطوق لحاجة انا مش فاهمها ومش طايلها. لدرجة ان كان يجي عليا اوقات وانا معايا فلوس، معايا فلوس مستريحة قوي الحمد لله ايام ما كنت شغال في السعودية. كان يجي عليا ايام انا مش عارف انام. انا كنت بحكي للناس اغلب الوقت وانا في السعودية انا ما عدتش 3 4 ساعات نوم في اليوم. عمري ما عديتهم. مش عارف انام، مش عارف ارتاح. فلوس جت، بس مش هو ده روحي. لغاية دلوقتي لسه جعانة في حاجة انا مش طايلها. في حاجة انا عارف بوجودها، لكني مش لامسها. في جمال موجود انا مش ضايقه. لحد ما حصل اللي حصل وحصلت الصحوة زي ما انا ما بحكيها في قصة رحلتي من الشك لليقين. وقت ما بدأ الكلام ده يحصل انا حسيت بالاكتمال، انا حسيت بالاكتفاء. انا حسيت انت عارف كده لما تبقى في حاجة عمالة تعمل وفجأة تلاقيها. حسيت بالسكون. اول ما بدأت احس بالسكون بدأت احس ان كل الدوشة اللي كانت معمولة دي كانت ايجو، انا زائفة عاملة حواليا دوشة وعمالة تتنطط هنا وهنا وهنا وهنا. اول ما الحقيقة ما ظهرت كل حاجة بدأت تسكت. كل الأصوات بدأت تختفي. معلش سامحوني يعني أنا في الحاجات دي أنا ببقى متأثر شوية فما بعرفش أعلي صوتي. بيبقى صوتي هادي لأن بيبقى الموضوع لامسني من جوه، لأن الأيام دي كانت أجمل أيام الواحد عاشها في حياته. ده الوقت اللي أنت بتحس فيه إنك مش محتاج لبشر، مش محتاج لحد، على الرغم من إنك عايز تخدم كل البشر، كل الناس أنت بتحبهم، كل الحيوانات أنت بتحبها. انت بتسمع يعني انت عارف بتتكلم مع الحيوانات، انت بتتكلم مع الجمادات، كل حاجة من الحاجات دي بتسمعك وانت عارف ان هي بتسمعك. انت ضايق ده، ضايق الحقيقة، ضايق المعجزة في كل شيء، ضايق الوجود الإلهي في كل شيء. الله هو كل شيء حواليك، لأن الله هو القدر بتاعك. ومادام الله هو القدر بتاعك فما فيش إنسان بيتعامل معاك، ما فيش جماد بيتعامل معاك، ما فيش حيوان بيتعامل معاك. قدر ربنا ليك جاي متمثل في الحاجة دي، فأنت شايف ربنا فيها، شايف ربنا في كل شيء. ما انتش شايف التنوعات واللخبطة والخناقة الكبيرة قوي من عدد لا نهائي 7 مليار بشري على أكتر من مليار حيوان، على أكتر مش عارف كام خلية. لا 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 لا، ما عادش فيه الكم ده كله، ما بقاش إلا فيه إلا واحد بس. الله. الله. الله بيبقى هو الحاجة الحقيقية الوحيدة اللي انت شايفها الساعة في الوقت ده. انت مش مجرد انت شايفها، انت حاسسها. انت لامس طاقة انت عمرك ما تتخيل نقائها وصفائها وجمالها. الرحلة دي يا جماعة والله ما بتنفع تتوصف بالكلام، والله ما بينفع تتوصف ببق، والله ما بينفع تتوصف بعقل. فالله يخليك وانت بتسمع الكلام ده اسمعه بقلبك. اسمع الفواصل اللي ما بين الكلمات، اسمع الإحساس اللي جوه، اسمع قلبي بقلبك. لأني أقسم بالله الرحلة دي كانت صادقة قوي. الرحلة دي غيرت الكون بالنسبة لي. أول ما بدأ ده ما يحصل بدأ القلب بدأ يرق بشكل عجيب، وأنا من النوع اللي كانوا بيعتبروني شوية قاسي. القلب بقى بيرق بشكل عجيب جدا. انت أغلب الوقت انت من أصغر آية في القرآن تسمعها انت بتبكي، انت مش قادر تمسك نفسك. بتروح تصلي، تقف تصلي الظهر مع نفسك مثلا، تخلص الظهر تكتشف انك قاعد تصلي الظهر بقالك ساعة ونص وانت متخيل انك خطفه في 10 دقايق. تروح تصلي المغرب في الجامع تحس انه اتخطف، ما كملناش 10 دقايق. تصلي المغرب في البيت تلاقي نفسك انت بتخلص المغرب والعشاء بتدن.
انت ضايق حاجة انت مش ضايقها اصلا، عمرك ما كنت ضايقها. هي الحياة، هي الوجود الالهي. الله ليه وجود جوانا. اوعى تخلي حد يضحك عليك ويقولك انك منفصل. اقسم بالله انا كنت عايش كده. اقسم بالله انا من الناس اللي كانوا بيكفروا اللي بيقولوا كده. انا كنت طول حياتي شايف الكلام ده كلام هجص وكلام دجل وكلام خيالي. الكلام ده حقيقي اكتر مما تتخيل. اقسم بالله انا عشته، اقسم بالله انا دقته، ومن ساعة ما دقته انا مش قادر انساه. راح، راح. الملكة دي راحت واختفت. اختفت. اختفت ليه؟ هحكي لك دلوقتي. بس اللي انا عايز اعرفه لك ان هي لما بدأ القلب يرق، بدأت تسمع صوت مختلف عن اللي انت كنت دايما بتسمعه. بمعنى ايه صوت مختلف؟ يعني بدأت تسمع صوت الجن لا لا مش قصدي ده. بدأت تسمع صوت قلبك. صوت قلبك فيه ملكات إبداعية انت ما تعرفش عنها اي حاجة فيك. اول ما بدأ صوت قلبي ما يطلع انا بدأت عايز اكتب. تكتب ايه؟ هكتب روايات. لا عمري قريت رواية، ولا عمري حبيت ان انا اقرا روايات، ولا عمري كتبت روايات، ولا عمري كتبت خواطر حتى. بس انا عايز اكتب رواية، انا في حاجة جوايا عايزة تطلع. كتبت لوجوس، دي قصة تانية لوحدها هحكي لكم عليها في يوم من الايام. كتبت حاجات وحاجات، وبدأ يحصل ان انا بدأت اكتب نثر في حب الاله. بدأت اكتب نثر لحاجات انا ضايقها مع الاله، انا مش متخيلها. دايما وانا ساجد كنت اقول له طرقت بابك وغير بابك. كنت اسمع يعني الشيخ طرقت بابك وغير بابك ما طرقت، لا، انا كنت بقول له طرقت بابك وغير بابك ما تركت. فكل باب غير بابك قد تركت، الا بابك ما طرقته الا ودخلت. من اكتر الحاجات اللي لمستني وكتبتها واثرت فيا انا حابب اقراها لكم دلوقتي. هي حاجة كنت بتكلم فيها عن الاله. الاله اللي انا عرفته، اللي انا شفته، الاله اللي انا مؤمن بيه يقينا انه موجود. الاله اللي انا بعشقه عشق. الاله اللي انا بالمعنى الاصح بدوب في دوب. الاله اللي لو انت عرفته اقسم بالله هتعرف ان الدنيا دي حاجة صغيرة قوي جنب المعرفة دي. الوصف ده كان وصف نشرته في رواية ليا، بس هو كان اقرب وصف لقلبي وانا بوصف الاله بالشكل ده. اسمعه بقلبك مش بعقلك. كان قبل الكان وقبل الزمان والمكان. كان قبل الفهم والكلام واللسان. كان قبل العلم والأديان. كان قبل كل قبل. فكان قبل الكان إن كان يمكن أن يكون في الإمكان. فلا الكلام يصفه فهو أصل اللغات، ولا شيء في عذوبته فهو أصل كل الأنهار والمحيطات. ولا اسم يحدده فهو أصل كل الأسماء. لا تصفه صفة، ولا يحده حد، ولا يفهمه عقل، ولا يصل إليه لب. فليس كمثله شيء فهو أصل كل شيء، وكل لا شيء. موجود بلا وجود، ولا وجود للوجود إلا بوجوده. اسمعها مرة واتنين وتلاتة وعشرة. هو فوق الكلام، هو فوق الوصف، هو فوق العقل، هو فوق التخيل. هو نور. لو ربنا قذفه في قلبك هتشوف. لو ما اتقذفش، او بالمعنى الاصح زي ما حكينا في الحلقة اللي قبل كده كانت الحجب لسه موجودة بالكامل، مش هتشوف، مش هتدوق، وهتقول ايه الكلام اللي انت بتقوله ده. بدأ يطلع الكلام، بدأ يطلع الكلام، وبدأ يبقى الوجود. انا خلاص، انا نفسي اشوفك، انا نفسي اشوفك، انا ضايق، انا عايز اشوفك، انا عايز اشوفك فهل يعني هل تراني انظر اليك زي ما قال سيدنا موسى. هي دي بقت الحاجة اللي شغلاني. فبدأت اكتب حاجة بسبب احساسي بان انا قريب، انا حاسس ان انا خلاص، انا بلمس
بس انا مش قادر المس. قمت كاتب حاجة تاني برضو عايزك تسمعها بقلبك دلوقتي معايا، معلش. يا من تراني من حيث لا أراك، فهل تراني يا من تراني أراك؟ أحيا الحياة لأنول رضاك، فهل تراني يا من تراني حزت رضاك، حزت رضاك. أعشقك أعشقك وأخشى أن أكون بعشقي هذا أعصاك، فهل تراني يا من تراني أعصاك. تحيا العباد لأهداف شتى، وأنا لا أبتغي في الدنيا من الدنيا سواك، فهل تراني يا من تراني أراك. فبك أحيا ولك أموت، ويحترق وجداني للقياك، فهل تراني يا من تراني أراك. الرحلة كانت جميلة جدا، ما كنتش عايش فيها بشر. أغلب الوقت أنا كنت في عزلة تامة، كنتش بقرب من حد. وبدأت أحس إن أنا ما عادش ليا أي رغبة في أي حاجة في الدنيا. ما عادش في حاجة في الدنيا، قلت لك طعم الحاجات بقى مختلف تماما، بس ما عادش في حاجة في الدنيا ليها طعمها لطعمها. بقت كل حاجة في الدنيا ليها طعمها ليه هو، أنا ضايقه. فكل حاجة ليها طعم نتيجته هو. خسيت جدا، ما كنتش مهتم بالأكل بقى. أنا كان جالي وقت وصلت ل 120 كيلو. في الوقت ده أنا بدأ وزني ينزل لغاية ما جبت في حدود ال 73 75 كيلو. خسيت جدا. كنتش مهتم ان انا اخرج وان انا اقابل وان انا اتفسح، ما عدتش مهتم للكلام ده كله. ما عدتش مهتم ان انا عايز اشتغل واعمل فلوس واكسب والكلام ده كله. بدأت احس ان انا عايز انعزل، انا عايز اسيب الدنيا دي كلها، انا مش عايز اي حاجة غيره، انا عايزه هو بس. كتبت رواية لوجوس علشان ما يبقاش فيها اسمها ان انا اللي عندي انا خبيته، فقمت جاي كاتب رواية لوجوس. كتبت اللي انا اعرفه في صورة رواية علشان ما يبقاش الموضوع واضح قوي، يبقى الموضوع يعني بالمعنى الأصح. عشان في الوقت ده أنا ما كنتش حابب إن أنا أتهاجم، لأن ما كنتش حابب إن أنا أجادل وأتناقش مع حد. اللي عايز يعني اللي عايز يوصل للحاجة دي يوصله، مش عايز يوصله دي مجرد رواية سيبك منها. ما كنتش حابب إن الموضوع يبقى واضح وصريح إن أنا حد دقت الإله، أنا حد دقت وجود الإله، أنا حد أمنت بالإله يقينا لأني شفته. ما كنتش حابب أقول كده. كنتش حابب اطلع اقول للناس ان انا عرفت حاجة انتوا ما تعرفوهاش. كنتش حابب ادخل في اي مهاترات ولا جدالات ولا نقاشات. لا انا عايز منكم حاجة ولا مستني منكم حاجة. انا عايز اسيبكم عيش الكام يوم اللي فاضلين في سلام واروح. عايزين بقى تستفيدوا الرواية موجودة عندكم، مش عايزين تستفيدوا انا عايز اطلع باي، اطلع على فوق. مش عايز حاجة من هنا، انا خلاص انا معاه، انا معاه ومش عايزكم. يسيبني؟ هو انت متخيل ان انت جاي عشان كده انك تدوق وتمشي؟ فين الناس؟ هو انت متخيل ان انت اللي انت دقته ده بتاعك؟ لا لا لا، تعالى 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 تعالى، خد بالشلوت بالقوي ويزيو. تاخد بالشلوت وتلاقي نفسك بتطلع بره خالص، بتخسر كل حاجة. اخدت شلوت، ليك فلوس، فلوس كتير عند ناس قرايبك، مصدق فيهم ومش عارف تاخدها. لما حصل اللي حصل ده بدأ جات لي صدمة، كانت صدمة شديدة جدا. يوم ما عرفت مثلا ان انا مش هعرف اخد فلوسي اللي هي حقي، وهي دي اللي انا كنت عامل حساب عليها ان هي دي اللي انا هعرف افضل مكمل لفترة من غير ما احتك بالبشر، من غير ما احتك بالناس، افضل بعيد فلوسي ومش هاخدها. من هول الصدمة انا يعني انا نزلت من المكان اللي انا كنت فيه، مشيت على رجلي لحد البيت. هو المكان كان بعيد جدا، انا مشيت بتاعي يجي 20 كيلو.
مسافة بتاع 20 كيلو أنا ماشي على رجلي، أنا مش حاسس، أنا متنح، أنا مذهول. هو ليه حصل اللي حصل ده بالظبط؟ ليه ربنا اداني الشلوت ده؟ كنتش فاهم. عدم معرفتي أصابتني بالشك. أول ما اتصبت بالشك بدأت الأول مرة أحس إن أنا محتاج حد يلحقني. طول الفترة دي أنا ضايق حاجة أكبر مني بكتير، أكبر من الكون أصلا، أكبر من أي حاجة، حاجة ما يعرفش حد يفهمها إلا حد دقها. فبالتالي أول ما جيت بدأ يحصل عندي اللعبكة وبدأت أحس بالشك وبدأت أحس إن أنا بدأت أميل وقع شوية بسبب حتة في الدنيا خسرتها، وكنت متخيل إن أنا خلاص بقيت مستغني خلاص عن الدنيا. بدأت أدور على اللي شبهي، بدأت أحاول أخرج بقى لبره عشان أشوف الناس اللي شبهي. اللي حصل اتصال مباشر ما بينها وما بين الإله، حصل ما بينهم احتكاك رئيسي، سابوا دنيتهم. أنا لما حصل اللي حصل زي ما حكيت قبل كده، قفلت شركة الدعاية والإعلان بتاعتي، كنت صارف عليها قد كده وقفلت كل حاجة، سبت مجال المبيعات، سبت كل حاجة. أنا مش عايز حاجة، أنا عايزه هو. فأنا كنت عايز أدور بقى على الناس دي، الناس اللي شبهي دي، اللي ضاقت. لما ضاقت سابت كل حاجة وبدأت تروح. بدأت أطلع أروح أدور هنا وهنا وهنا وهنا. وأغلب الوقت اللي أنا قابلتهم للأسف بدأت أقابل ناس يقولك أنا بطلع السما السبعة، قابل سيدنا إبراهيم اتعلم منه. طب اتعلمت إيه؟ إن كل حاجة جواك يا أحمد. يعني هو ده أنت طلعت للسما السبعة ونزلت عشان تقول لي يا أحمد كل حاجة جواك؟ قابلت دجل كتير قوي، كل حد يطلع يقولك أنا قابلت وأنا شفت وأنا دقت. طب أنت عرفت إيه؟ يبدأ يكلمك عن الشاكرات ويكلمك عن الحاجات دي وعلوم الطاقة والكلام ده كله. الروحانيات يا جماعة ملهاش علاقة بعلوم الطاقة. الروحانيات ملهاش علاقة بمديتيشن أو صلاة أو تأمل أو الكلام ده كله. الروحانيات هي حاجة بتلمس قلبك نتيجة إن قلبك صحي. بوذا لما تسمى بوذا كان معنى كلمة بوذا المستيقظ. انت نايم في العالم ده، انت مش صاحي، انت مش واعي للحياة بتاعته. والله لو دقت الكلام اللي أنا بحكيهولك ده هتعرف إن قد إيه انت كنت أصلا ما كنتش عايش. وقت ما هتدوق الوجود الإلهي الحقيقي الحقيقي، وركز في كلمة الحقيقي دي، انت هتعرف انك عمرك ما عشت لحظة واحدة قبل كده. وقت ما حصل بقى الكلام ده كله بقيت انا قاعد بالمعنى الاصح. انت عارف انت بيقولك ان اللي هو قاعد في حيصة بايص، انا بقيت في حيصة بايص دي. مفيش حاجة في الدنيا بتشبعني. انا دقت حاجة من بره الدنيا ما عادتش موجودة، فمفيش حاجة في الدنيا دي تشبعني، ولا انا عارف طريقة ترجعني. مفيش حاجة تشبعك ولا لاقي طريقة ترجعك. وموجود في الدنيا دي مش لاقي اي حاجة. ادعي ان اموت مش صح. لو هو شاء ان انا هموت هموت. لحد ما جت رسالة واضحة قوي ليا. ما بين النوم والصحيان انا ما بشوفش رؤى عادة، يعني انا من الاشخاص اللي ما بشوفش رؤى خالص. وكل الحاجات اللي انا عرفتها كانت حاجة بالمعنى الاصح زي الهام من عند ربنا وانا صاحي. فجات لي حاجة زي ما انا صاحي كده، اللي هي هو انت فاكر ان الباب التاني هيفتح زي الباب الاولاني؟ وافتكرت كلمة حضرتها مرة في كورس، اللي هو ما اوصلك الى هنا لن يوصلك الى هناك. الصوت اللي جوايا يقول لي الباب الاولاني كان فضل، الباب التاني اجتهاد. انت عديت من الباب الاولاني واستأثرت باللي ربنا اداهولك لنفسك. انت ما سرحتش، انت ما وضحتش، انت ما قلتش. بس انا كتبت رواية لوجوس يا رب، انا قلت لا. انت لوجوس بالمعنى الاصح انت بتتكلم بالمداري. انت لوجوس انت بتقول المعلومات بشكل
يمشي مع كل الأشكال. انت بتقول الحقيقة بشكل خفي شوية في صورة رواية، بس مش هو ده اللي كان مطلوب منك. انت دقت، ودقت يقينا اللي انت دقته. انت واثق 1,000,000,000% في كل حاجة انت دقتها. انت واثق في الوجود الإلهي الحق. انت عارف الله الحق، وعلى الرغم من كده انت ما اتكلمتش، انت ما صرحتش، انت ما قلتش، انت ما وضحتش، انت ما اتكلمتش في الأسرار اللي انت عرفتها ومحدش يعرفها غيرك. خريطة القدر محدش يعرفها وشرحتها وعملتها والكلام ده كله، بس انت عارف ان هي مقبولة. بس في حاجات انت عارف ان هي ممكن تعمل جدل كبير، انت ما قلتهاش. انت ما قلتش كل اللي عندك، انت قلت اللي ينفع تقوله من غير ما يدخلك في دايرة جدال. اشمعنى؟ انت خايف من حد؟ مش خايف غير منك. طب ما بتقولش ليه؟ مش عايز اخسرهم. وهم مهمين للدرجة دي؟ انت المهم، انت المهم عندي. مادام انا المهم عندك، يبقى المطلوب انك زي ما عديت من الباب الاولاني ده، انك تعدي الناس اللي الحاجة دي اصلا مش نازلة لك لوحدك، اللي الحاجة دي نازلة لهم. الناس دي محتاجة تعرف اللي انت تعرفه، الناس محتاجة تعرفه. كام واحد يا رب يعدي من الباب الاولاني علشان الباب التاني يفتح؟ الحاجات دي ما بتتقالش، هتعرف لما توصل للعدد. ومن ساعتها بدأت أرجع تاني، طالع بتكلم معاك اهو وفي فيديو، بحكي تجربتي، بحكي عن حاجات. عملت كورس خريطة القدر عشان أتكلم فيه بكل شيء بشكل صريح، بقول كل اللي أنا مريت بيه، بحكي تجربتي، بحكي معرفتي، بحكي المعرفة الأساسية بالإله الحق، معرفة حكمته في كونه، معرفة وجوده، معرفة إزاي تعرف الإله الحق حق معرفته. رحلتي من الشك لليقين، رحلتي للعشق، رحلتي للذوبان تماما في الوجود إلهي وحضور إلهي موجود. زي ما كده ما يقولك الصوفية الحضرة، انت عايش في حضرة. بدأت أحكي كل شيء بصراحة، مش هخبي حاجة تاني، مش خايف من حاجة، مش خايف أخسر حد. أنا خايف إن عمري يخلص وأنا لسه ما فتحتش الباب التاني. مش مستني حاجة من حد، بس كورساتك يا أحمد بفلوس، فلوس علشانكم. لو ما دفعتوش مش هتهتموا. جربت ده في لوجوس كتير قوي. أنا فتحت لوجوس أونلاين من زمان قوي، والناس اتعاملت معاها كأنها رواية. الناس ما بتهتمش إلا لما بتدفع. سامحني، الدواء بيبقى مر، وأنا مش دوري إن أنا أرضيك، أنا دوري إني أشفيك. أشفيك. أنت مريض بالحياة، مريض بالحياة لأنك مش حي ومتخيل إنك حي، وأنا جاي أصحيك وأقولك إنك مش حي أصلا. أنت عمال تعاني ومربوط من رقبتك بسلسلة وهمية اسمها النفس، اسمها الأنا الزائفة. كل دوت انت عايش ومربوط ومتسلسل بيه ومتساق في ساقية، عمال تلف عمال تلف عمال تلف، ومتخيل انك بتختار. انت ما بتختارش اي شيء من اختياراتك. ودي انا حاجة انا وضحتها في حلقة قانون الحب. احنا ما بنختارش اي حاجة من اختياراتنا، احنا بننفذ المسار اللي احنا عايشين فيه. المسار اللي انت عايش فيه دوت مش هو كل القدر، مش هو كل الحياة. قدر ربنا اوسع من كده بكتير قوي، بس انت ما تعرفش ربنا ولا تعرف قدر ربنا. انت حافظ، ما بتحاولش تفهم. معرفة الله حياة، معرفة الله بداية، معرفة الله ملهاش نهاية. الطريق لربنا جميل، الطريق لربنا فيه فلوس لو عايز فلوس،
الطريق اللي ربنا فيه سعادة لو عايز سعادة، الطريق اللي ربنا فيه تمكين لو عايز تمكين، الطريق اللي ربنا فيه شهرة لو عايز شهرة، الطريق اللي ربنا فيه حقيقة لو انت عايز حقيقة، الطريق اللي ربنا فيه كل حاجة. بس لازم تبقى ربنا هو الغاية، وكل الحاجات التانية دي بالنسبة لك هي أهداف بتوصلك للغاية دي. طريق ملوش نهاية. لو هفضل أتكلم أنا مش هيبقى برضو الكلام ليه نهاية، لأن اللي أنا دقته ما يتوصفش، واللي أنا دقته مش عارف أعبر عنه بكلمات. أتمنى يكون إحساسي وصل لك، أتمنى يكون إحساسي وصل لك، أتمنى يكون صدقي وصل لك، لأنه أقسم بالله أنا صادق تماما في كل كلمة أنا بقولها، صادق تماما في كل إحساس أنا حسيته. أتمنى إن كل حاجة من دي تكون وصلتك. أتمنى إن ده يخليك تفتح باب جوه قلبك تدور فيه على الحقيقة اللي موجودة جواك. أتمنى إنكم تستيقظوا، إنكم تحيوا، إنكم تعيشوا. أتمنى إنكم تعرفوا الإله اللي أنا عرفته، عشان ساعتها هتحبوه بشكل انتم ما كنتوش تتصوروا قبل كده. سيبكم في خير وسلام وأمان وبصحة وسعادة ومعرفة وقرب للإله بإذن الله. السلام عليكم.